صباح الخير، أهلا بكم في القناة. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم أول جزء في دروس التزايد والتناقص، وهي هتبقى عن غرزة الحشو. يلا بينا نشوف الأدوات والطريقة. ده الخيط اللي أنا هستخدمه، وهستخدم لونين عشان واحد للتزايد واحد للتناقص. أول لون هيبقى درجته 98، وتاني لون هيبقى درجته 649. مع خيط الكوتن جولد اللي انا وريته لكم بيقترح ابره من 2 ل4. انا هنا هشتغل ب3.5، وللمبتدئات ممكن يكملوا لغايه 4.5 زي الابره دي برضو، علشان تبقى ايديهم واخده على الشغل ومش مشدوده قوي. وطبعا ابره التنظيف معانا عشان نشطب الخيط بعد كده. ده عدد من السلاسل. هعمل سطرين من غرزه الحشو وارجع لكم. هنا انا عملت 4 سطور من غرزة الحشو بإبرة 4.5. هقرب لكم شوية الكاميرا بحيث نشوفها عن قرب بالشكل ده كده. انا عشان ارتفع نفس ارتفاع غرزة الحشو برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل وبشتغل غرزي عادي. بالنسبة للتزايد، التزايد الاساسي اللي كل الناس تعرفه هو ان انا بعمل غرزتين في نفس المكان. يعني انا هنا هدخل في اول واحدة واعمل غرزتين حشو. ده التزايد العادي الاساسي. كمان في اكتر من كده، بس ده بيبقى على حسب الشغل او الباترون اللي احنا بنشتغل بيه. ممكن ان انا اكمل تزايد عادي بقية السطر، ممكن ان انا اكمل غرزي عادي جدا واعمل تزايد في اخر السطر. وبرضو ده على حسب الباترون او الشغل اللي انا بشتغله، لان كل حاجة ليها طريقة تزايد مختلفة عن اللي قبلها. يعني لما مثلا بعمل وحدة التزايد فيها بيبقى مختلف عن الشال، عن الكوفية، عن الطواقي او البونيهات، عن المفارش. فبيبقى مختلف تماما فكرة التزايد والعدد بتاعها على حسب الشغل نفسه ايه هو، والباترون ايه، وبيقول لي احط مكان التزايد بتاعي فين وازيد بعدد غرز قد ايه. هكمل السطر وارجع لكم على اخر غرزة عشان نعمل التزايد مرة تانية. هنا وصلت لاخر غرزة، هشتغل غرزتين حشو في اخر غرزة بالشكل ده كده. دخلت فيها هعمل اول غرزة حشو وتاني غرزة حشو. حتى دلوقتي بدأت تاخد غرزة زيادة من الطرفين في كل ناحية، هتبدأ تطلع بميل. في طريقة تانية لان انا ازود في الطرفين، بس دي الطريقة القديمة شوية، بس هي يعني بتخلي الشغل مظبوط. ان انا برتفع السلسلة او على حسب الغرزة اللي انا بشتغلها، لان الكلام ده يمشي على كل الغرز. ارتفع الارتفاع بتاع الغرزة اللي انا بشتغل بيها. وهنا انا هرتفع السلسلة وبشتغل غرزة حشو. هشتغل اول واحدة عادية خالص مش هعمل فيها تزايد. الغرزة رقم 2 هي اللي هعمل فيها التزايد، بحيث ما اثرش على الشكل بتاع القطعة اللي انا بشتغل بيها ويبقى فيها تعرجات كتير، او هي ما تبقاش مستوية او مستقيمة. وفي ناس بيفضلوا الطريقة دي اكتر من ان انا اعمل تزايد في الزوايا بتاعت السطر بتاعتي ويبدأ يطلع بميل. او هكمل بقية الغرز لغاية اخر غرزتين وارجع لكم. انا كده وصلت لاخر غرزتين. هعمل في الغرزة دي التزايد بتاعي اللي هو غرزتين حشو، وهعمل في اخر غرزة
غرزة واحدة بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة واحدة ألف الشغل، هفضل أشتغل غرز حشو لغاية ما أوصل لنص السطر عشان أعمل تزايد في النص وأرجع لكم. هنا أنا وصلت لنص السطر، هشتغل لكم غرزتين فيهم تزايد عشان نعرف التزايد في نص السطر بيبقى شكله ازاي. عملت أول غرزة ودي تاني غرزة حشو، بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها أعمل غرزتين حشو بالشكل ده كده. وبعد كده أكمل السطر بتاعي عادي جدا، كل غرزة فوقيها غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده. طبعا هي دي نموذج بنتعلم فيه وبنتمرن فيه. نحاول أقرب شوية عشان تبان أكتر مكان التزايد هنا وهنا. نخش على الجزء التاني واللي هو التناقص في غرزة الحشو. هنا أنا عملت نفس العدد بتاع الغرز اللي هو 12 غرزة حشو، وارتفعت 4 سطور عشان تبان الفرق ما بينها وما بين التزايد. ارتفاع غرزة الحشو سلسلة واحدة بلف الشغل. أنا هنا عشان أعمل تناقص محتاجة الأساس غرزتين، وفي تناقص بيبقى أكتر من غرزتين، فاحنا هنتعلم النهاردة التناقص بغرزتين. وطبعا العدد لما بيزيد بيبقى على حسب واختلاف الباترون. هنخش نشتغل غرزة الحشو عادي بس مش هنكملها، هيبقى معانا حلقتين على الإبرة. هندخل في الغرزة اللي بعدها ونسحب خيط ونشتغل غرزتنا عادي بس مش هنكملها، فهيبقى عندنا 3 حلقات على الإبرة. ألف الخيط على الإبرة وأسحب من التالتة. ده كده أنا عملت تناقص في غرزة الحشو. هكررها معاكم كمان مرة. هدخل أعمل غرزتي عادي جدا بس مش هكملها للآخر. غرزة حشو مش هكملها، هيبقى عندي لفتين على الإبرة. أدخل في الغرزة اللي بعدها أسحب خيط واشتغل غرزة حشو عادية بس مش هكملها، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة. ألف الخيط واسحب من التالتة بالشكل ده كده. أتمنى أنها تكون واضحة قصادكم. هكمل السطر وآخر 4 غرز مش هعملهم علشان نعمل فيهم تناقص زي الطرف الأولاني. هنا أنا وصلت ل4 غرز الأخرانيين. أنا هنا عملت تناقص مرتين واحتجت 4 غرز، لكل تناقص غرزتين. وبعد كده اشتغلت 4 غرز حشو، غرزة فوق كل غرزة. علشان اعمل التناقص مرتين كمان محتاجة 4 غرز، فهعمل في اول غرزتين تناقص ان انا بدخل في الغرزة واعمل غرزة حشو من غير ما اكملها، هيبقى عندي حلقتين على الابرة. وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو عادية ما اكملهاش، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة. الف الخيط واسحب منهم كلهم كده. انا عملت اول تناقص. عشان اعمل تاني تناقص هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو عادية من غير ما اكملها، هيبقى عندي حلقتين على الابرة. ادخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي دايما بتبقى الاخيرة، بتبقى ضيقة شوية. نسحب خيط ونشتغل غرزة الحشو بتاعتنا عادية من غير ما نكملها، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة. الف الخيط واسحب منهم كلهم. لو انا مثلا دلوقتي انا هنا في الاطراف ممكن اعمل نفس الفكرة بتاعت التزايد، ان انا بشتغل اول غرزة عادية وبعدين بعمل التناقص جوه علشان ما يغيرش من شكل الشغل اللي انا بشتغل. ارتفعت هنا سلسلة ولفيت الشغل، اشتغل غرزة حشو عادية، بعدين هعمل التناقص في الغرزتين اللي بعد كده اللي هو اشتغل غرزة حشو من غير ما اكملها، هيبقى عندي حلقتين على الابرة. الغرزة اللي بعدها ادخل فيها
واعمل غرزة حشو من غير ما اكملها. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واسحب. كده انا عملت غرزة حشو عادية وتناقص. هنا انا هشتغل غرزتين قدامكم وهسيب اخر 3 غرز عشان انا محتاجة اعمل نفس الفكرة، ان انا اشتغل غرزة تناقص وغرزة عادية. فمحتاجة لدول التناقص محتاج غرزتين وغرزة كمان للغرزة العادية. هشتغل هنا غرزتين حشو عاديين خالص، وبقي عندي هنا واتبقى عندي هنا او اتبقي عندي هنا 3 غرز. هعمل في اول 2 تناقص غرزة حشو مش هكملها، هيبقى عندي حلقتين على الابرة. ادخل في اللي بعدها اعمل غرزة حشو مش هكملها، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واسحب. كده عملت تناقص. اخر واحدة هعملها غرزة عادية علشان تبقى مظبوطة زي الطرف التاني بالشكل ده كده. هنا دول كده بقوا كام غرزة؟ بقوا 6 غرز من اصل 12. كل ما تعملوا تناقص كل ما هينقص غرزة واحدة، لو عملته في الطرفين هينقص غرزتين وهكذا. ده التناقص الاساسي. في تناقص باكتر من كده، باكتر من العدد اللي هو عدد 2، فده هنشوفه مع المشاريع الجاية ومع الفيديوهات الجاية. انا هنا ارتفعت السلسلة، هشتغل غرزتين عاديين، وفي النص هنا محتاجة غرزتين عشان اعمل تناقص واحد، واسيب اخر غرزتين هعملهم عاديين. يبقى عشان اعمل تناقص هشتغل غرزة حشو مش هكملها، هيبقى عندي لفتين على الابرة، ادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب خيط واشتغل غرزة حشو من غير ما اكملها، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، الف الخيط واسحب منهم كلهم. هنا انا اشتغلت غرزتين واشتغلت تناقص، بعدين غرزة حشو، وبعدين في اخر واحدة هشتغل غرزة حشو برضو عادية. طبعا تاخدوا بالكم من اخر واحدة انها بتبقى دايما ضيقة، واشتغل فيها غرزة حشو عادية. وده شكلهم، اللي على اليمين التزايد واللي على الشمال التناقص. اتمنى ان يكون الدرس كان واضح وسهل وشرحه بسيط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي.